يعض ضحاياه حتى الموت ويبيع لحومهم للناس على إنها لحوم طازجة. اسمه فريتز هارمان، لقب بالسفاح هانوفر أو مصاص دماء هانوفر. عاش في ألمانيا بداية القرن العشرين وارتكب واحدة من أبشع الجرائم في أوروبا. نشأ فريتز في بيئة مضطربة وكان يعرف بانحرافه الجنسي وسلوكياته الغريبة. طرد من الجيش وعاش بقية حياته بين العالم الجريمة والبؤس، لكنه كان ذكي كفاية ليتقرب من الشرطة ويصبح مخبرا سريا. وهنا بدأ يستغل منصبه للصيد ضحاياه. كان يستدرج الفتيان والمراهقين من محطات القطار وياخذهم إلى شقته، وهناك كان يهجم عليهم ويعض حناجرهم بأسنانه حتى الموت. بعد القتل يقطع جثتهم ويتخلص من العظام في النهر. وتقول بعض الروايات إنه كان يبيع لحم ضحاياه على إنه لحوم مواشي في السوق. تخيل، في عام 1924 لاحظ السكان